بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة تكويد بوابة بتاعت عربية اوبترا القديمة. انا لو عندي عربية اوبترا قديمة عايز اقراها عشان ابدا استخدم الجهاز وابدا اشوف اقرا العربية بتقرا معايا ازاي، امشي خطوات معينة. ادي البرنامج بتاع لانش اهو. تمام. بجهاز لانش هخش اول حاجة العربية الاوبترا. اوبترا لا اما اخش لها عن طريق شيفروليه، يا اما اخش لها عن طريق دايو. هتقرا البدال عندي نفس الكنترول هيقرا. ينفع اقرا كيا مكانهم من دايو. ابدا مثلا هنا اقراها دايو، اخش هنا كده دايو، يبقى انا هاجي عند الاسيوي اهو. تمام. دخلت عند الاسيوي اخش على دايو، هدوس اوكي. هخش على اهي دايو لازيتا. فين اوبترا اهي، اوبترا اهي 2005. المكنه لو قريت 1600 هتقرا معاك اهي. وتقرا هنا ريد سي، ده الاكواد المسجله عندك. كلير فولت ميموري ده بيمسح الاعطال اللي متسجله عندك. ريد داتا ستريم بتقرا عندك الاعطال اللي موجوده. بتقرا عندك مش الاعطال، بتقرا عندك البيانات. بمعنى ريد داتا ستريم اهو، لو انا عايز اقرا دلوقتي مثلا المراوح شغاله سرعه عاليه ولا بطيئه، هدوس اوكي واشوف الداتا عندي هنا بتقرا سرعه عاليه. الاتنين اوف، المروحه مش شغاله. تمام. تعالى واحده واحده، انا هخرج كده. طب انا لو قريت 1500 هتقرا معايا اهي. تاخد وقت بس هتقرا معايا. ريد سي دي ايه؟ هقرا الاعطال المتسجله. كلير فولت ميموري همسح الاعطال الايه المتسجله. ريد داتا ستريم هقرا الداتا اللي هي الكنترول شايفها ايه، اللي بيدخلها واللي بيخرجها. سبيشال فانكشن دي اللي هي البروجرامنج بتاعك ايه. يعني انت هنا ممكن لو عايز تكود البوابه هتخش هنا تقول له ليرن فاليو، هيديك شويه خطوات يطلعها الجهاز تمشي عليها. هيقول لك مثلا هات العربيه على البي، دور ما تدورش. كل برمجه هي دي البرمجه، او التكويد، معنى التكويد اللي بيتقال عليه في السوق. تمام اهو. انيشاليزيشن اهي. بيقول لك ان انا عايز يكون موتور مقفول مش داير وانت فاتح كونتاكت. هقول له اوكي. هو كده خلاص كود البوابه. تمام. هي يعني اوكي، وهيكود معاك الايه البوابه. ده اول حل ان انا قريتها دايو. خلاص. طب انا لو عايز اقراها من شيفروليه، لا شيفروليه فيها اوبترا وفيها نيو اوبترا، الاتنين على الجهاز اسمهم اوبترا. بمعنى هاجي هنا شيفروليه تبع ايه امريكي، هخش على جهاز لانش هنا، هخش على الامريكي. فين الامريكي؟ شيفروليه، وادوس اوكي. جي ام اختارها بقى، سواء شيفروليه اختارها من جي ام. الاتنين واحد، واخش جوه التاني اقراهم. تمام. اديني دخلت هنا على شيفروليه، هقول له اوتوماتيك سيرش وادوس يس. لو العربيات النيو اوبترا بتدي اوتوماتيك سيرش وتدي يس يظهر لك موديل العربيه. هنا عشان العربيات القديمه ما بيظهرلكش موديل العربيه، لازم تختارها مانوال. تمام. فهو هنا هسيبه، قال لي لا انا مش قادر اقرا العربيه. هقول له اختارها مانوال، وبيقول لك دخل لي رقم شاسيه، هقول له لا مش عايز رقم شاسيه، اختارها مانوال. اختار شيفروليه. لو انا اخترت 2019 هنا ولا 2017 2018 مثلا 18، هتلاقي فيهم اوبترا. تعال ندور. في اوبترا في اوبترا في اوبترا في اوبترا في اوبترا. لو قريتها تقرا معاك؟ لا، لان هو قصده في الاوبترا دي اللي هي نيو ايه اوبترا. تقرا معاك عادي جدا على السوفت وير بتاع شيفروليه. تعمل نفس البروجرامنج نفس الادابتيشن. تعالى بقى نخش كده، هنخش على 2005 2006 مثلا. هنقول له 2006 عايز عربيه ايه، عايزها اوبترا. يبدا يقرا معاك. هياخد وقت شويه عشان الاجهزه كلها تبقى قديمه، بتقرا معاك وقت اكتر. بس الاجهزه الافتر ماركت اهو. لو عايز تقرا بقى الاعطال كامله، عايز تبرمج، عايز تعمل حاجه، اقول له لا انا عايز مثلا موتور.
اختار نوع الموتور اللي عندي، ال 1600 ال 191 ال 191 وفي 9 4 نقله ماشي. اوكي ايا كان بقى الستاندر بتاعي. اوكي واقول له عايز اسكان اهو. اهو 9 4 غيار ماشي، اي ستاندر. كده كده يورو 3 ولا يورو 4 هيقرا معاك عادي. ده في الاخر العربيه ايه، دي القديم. بس هسهلك في البيانات حاجات قليله وحاجات زياده. هقول له فيها تراكشن كنترول، هقول له لا ما فيهاش تراكشن كنترول. فيها ستيرنج لا عادي. هقول له يقول لك بقى دلوقتي عايز تقرا الباور ترين، هقرا الباور ترين. هقرا الاعطال، اخش اقرا البيانات اهو بتاعه الاعطال. هلاقي العربيه ايه، مش مسجله معايا اعطال. ممكن بقى من هنا لو مسجله، عايز اشوف مسجل لي مثلا حساس كرانك، ابص على الفيشه بتاعته سجل لي حساس كام، ابص على الفيشه، بص على الضفيره. اعمل فحص ظاهري بعيني الاول عشان ابدا اشوف العيب ده موجود في ايه. دي كده اخش على الايه، كلير فولت كود، دي اللي انا همسح منها ايه، اعطال. ريد داتا ستريم اللي هقرا منها بيانات. هقرا منها بيانات ايه، دخلت اهو على ريد داتا ستريم. هيقول لي انت عايز داتا بيانات فتيس ولا بيانات مكنه، هقول له مثلا بيانات فتيس مثلا. هيقول لي عايز ايه في بيانات الفتيس، هقول له عايز حساس سرعه الدخل والخارج، وعايز البريك سويتش، وعايز الغيارات، وعايز درجه حراره الموتور، وعايز درجه ايه، سرعه الموتور مثلا مبدئيا اهو. دلوقتي اهو بيقول لك اللي شايف السويتش الفرامل اهو. مكنه السويتش المكنه بتاعتها بتعلق. ليه قلت لك بتعلق؟ لان انا المفروض لما ادوس هنا واعمل الداتا دي اتغير معايا. تدي شيفت او واحد. لا هي بص اهو، ادي دورت المكنه. لا هو كده، ثانيه واحده نرجع تاني اهو. هو لا ثانيه بس الجهاز كده معلم، نرجع. اوكي ترانسميشن داتا. اوكي بيبدأ يترجم، بس هو هنا واخد وقت شوية ان هو يترجم معاك، لان انت بتقرا الداتا دي عن طريق كام باص. هو العربيات اصلا من الشروات القديمة دي تبقى بطيئة معاك شوية، مش عايز يقرا الداتا. ماشي اوكي، هخرج واقرا الداتا عن كنترول الموتور. هخرج كده ريد داتا ستريم، هقول له عايز الانجن داتا. هقول لي انجن داتا واحد، هقول له عايز درجة الحرارة، وعايز مثلا فتحة البوابة، وعايز سرعة العربية، تمام، وعايز سرعة الموتور، وعايز لمبة شيك منورة ولا لأ. لأن أنا من هنا لمبة شيك منورة ولا لأ، وارد إن يكون في حد عليها في العدادات القديمة دي وشغلك لمبة التشيك على لمبة تاني أو لغيها. فأنا هدوس هنا كده وأشوف الداتا اللي هيديها لي دي، هيديها لي مظبوطة ولا لأ. هنا هو القصة بتاعت اللمبة نورت قد إيه من كام كيلو مش قادر يعرفها. درجة حرارة الموتور 30 ار بي ام 1000 ار بي ام. البوابة فاتحة 10%. سرعة المكنة 0. لو أنا عايز في حساس الكرنك ده بيقرا ولا لأ، العربية قاطعة دوارة، بختار انجن سبيد ده وادور. المفروض وانت بتدور يبقى معاك 250 300 في الرينج ده. بزود كده حساس الكرنك عندك ايه اهو، بص لما بزود اهو هتلاقي الحساس هيبدأ يعلى ويزيد معاك. بس طبعا عشان العربيات دي موديلات قديمة هتبقى بطيئة شوية في نقل الايه، الداتا. تمام. هقفل كونتاكت اهو وافتح كونتاكت تاني، اخرج. عايز عندك هنا اكتويشن تيست تشغيل، لو عايز تشغل مراوح تشوفها فاصله تلقى كتاوت. العربيات دي مثلا المانوال منها، في عربيات بتبقى نازله على مقاومه وفي عربيات على الكتاوت دايركت. فحسب تقسيمتها تبص عليها ايه، على تقسيمتها ايه الدنيا بتاعتك. تمام. طب انا عايز اكون بقى البوابه بتاعت النيو اوبترا، عايز بتاعت الاوبترا مش نيو اوبترا. هعمل ايه، اخرج كده خالص واختار الصيني. البوابه دي بتنزل على، بس مش هي مش تركب، هي اللي بتنزل على السبارك. تلاقي نفس الفيشه اللي هي 7 بينا، تنزل على السبارك اللي هي على واير، ونفس القصه كهرباء، تنزل على السبارك وبتنزل على الايه، على الاوبترا. فانا هختار سبارك وادوس اوكي. واختار اهو، مش اهو، اختار الموتور، هختار مكنه 800 سي سي، هختار سيمنز انجن، واخش على اكتويشن تيست. واكتويشن تيست ده اخش من عليه كده، بص معايا كده في الداتا، هتلاقي فيه اي فاليو موجوده عندك اعمل لها ريست. هتدوس هنا اول ادابتيف ريست اوكي. شايف سامع صوت البوابه؟ اوكي اوكي كده انت ايه، كودت الايه، البوابه. سهله كده، الموضوع بسيط جدا تمام. جدا. تمام. طب تعالى يا عم نخرج من هنا اوريك ايه. تعالى بقى نبص على عربيه تانية مثلا. احنا كده شوفنا العربيه دي
نفصل كده وتعالى نشوف العربية ايه تاني ان شاء الله.